السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اكلتنا النهارده سهلة خفيفة كلها معلة واحدة، وانا زيك كنت فاكراها ان بالرز البسمتي بس، طلعت بالرز المصري احلى بكتير. هنجيب كده الفراخ اللي انت عايزاها، انا عندي وركين هحتفظ بالجلد. بسم الله، حطي المادة الدهنية اللي انت عايزاها. بسم الله، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الدين. حطيت الوراك خدت صدمة، وبعدين حطيت البهارات زي ما انت شفتيها كده، ليمون، فلفل، قرنفل أو مسمار، ورق لورا وحبايات، وغسلت كده بهارات كبسة، وغسلت 3 كوبايات رز مصري، 3 كوبايات رز مصري، وهقلبهم كويس جدا زي ما انت كده. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الدين. حطيت الوراك خدت صدمة، وبعدين حطيت البهارات زي ما انت شفتيها كده، ليمون، فلفل، قرنفل أو مسمار، ورق لورا وحبايات، وغسلت كده بهارات كبسة، وغسلت 3 كوبايات رز مصري، 3 كوبايات رز مصري، وهقلبهم كويس جدا زي ما كده. دلوقتي يا حبايبي حطيت 3 كوبايات ميه، ورجعت الوركين تاني، وادي الليمون المجفف انا عاملاه عندي في البيت، ولما بيستوي شويه بمسكه اقطعه، ما بسيبوش سليم كده. وهو مقطع تحت بقه جميل جدا. ليمون، حبيان، ورق قرنفل، قصدي ورق لورا وقرنفل، ماجي وفلفل وملح وفلفل اسود، وحطيت كمان سنه كركم لان بهارات الكبسه، وحطيت بهارات كبسه معلقه كبيره بهارات كبسه. بهارات الكبسه ما كانش فيها لون، فحطيت الكركم، وهسيبه يتشرب ونشوف بعد كده ان شاء الله. اقول لكم تاني انا عملت ايه، عشان للاسف انا ماسكه الموبايل بايد وبصور بايد وبتكلم، فلقيت المقطع الاولاني مش مظبوط خالص. انا جبت ماده دهنيه، زيت على سمنه، وحطيت الوركين على الجلد واديتهم لون، قمت حاطه نازله بعد كده باللومي، ورق لورا وقرنفل، حبيان، اللهم صل على سيدنا محمد، بهارات كبسه، وملح وفلفل، ونزلت بايه بصل، وشوحت كل دم. ودلوقتي انا بوريكي اهي في المنظر، شايفه بس عامل ازاي جميل ازاي بيتطبخ. بعد كده شوحت البصل لحد ما دبلت، وبعدين حطيت اللهم صل على سيدنا محمد 3 كوبايات رز مصري، و3 كوبايات ميه على الرز. وبعد كده عملت حطيت الوركين، ودلوقتي بيتشرب زي ما انت شايفه. دلوقتي يا حبايبي اديني غرفته، شايفين اللون والطعم والمنظر، الريحه وطعمه يهوس. طبعا انا دقته، طعمه بصراحه في منتهى الجمال، بس المنظر في منتهى الجمال، طعم ولون وريحه. ودي الليمون ده همسكه اقصقصه دلوقتي، لان انا بحب اوزعه على على الاطباق، بس عشان التصوير ماشي. كمان هكسر اللون، هحط كده شويه، لو فيها سلام بقى، لو كرات او بصل اخضر، بس انا ما عنديش، بس هحط شويه جرجير. جرجير جربيه كده، بيبقى طعمه حلو قوي قوي في الوصفه دي. شايفين المنظر؟ بس منظره طبعا، والفراخ دايبه يا جماعه. اعذروني التليفون بتاعي فيه مشكله. بصي الفراخ بصي عامله ازاي، بصي دايبه خالص، طعمها في منتهى الجمال. كمان هحط لهم قرنين الفلفل الحلوين دول عشان يدوا منظر كده. شايفه الجمال؟ بصي بألف هنا وشفا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. منظر جميل قوي، وطعمه حلو قوي قوي قوي. جربيها ومش تندمي. احلى كبسه فراخ بالرز المصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.